السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يكرمك شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. ثم أما بعد، فلازلنا مع كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وسائر علماء الإسلام، ونحن في الحديث 17، حديث أبي يعلى شداد بن أوس الخزرجي رضي الله تعالى عنهما، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم، وهو من أفراد الإمام مسلم رحمه الله كما تقدم معنا، وقد تقدم بيان بعض ما في هذا الحديث. ثم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والذبحة هي هيئة الذبح، الذبحة هيئة الذبح. وفي مصادر الإمام مسلم، يعني إذا رجعنا إلى صحيح الإمام مسلم لا نجد هذه اللفظة الذبحة في مسلم، وإنما هي الذبح أو الذبح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فالذبحة هذه اللفظة ليست مما في أيدينا من رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى، والنووي رحمه الله تعالى أعلم الناس بصحيح الإمام مسلم، لا سيما وقد تتابع الشراح على شرح هذه الكلمة من دون التعرض إلى هذا الأمر الذي هو أن هذه النسخة غير موجودة، فلعل النسخة التي بين أيدينا لم يصلنا هذه الرواية. فالذبحة هيئة الذبح، أي كيفية الذبح، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ أمر بالإحسان أمر بأن يحسن الذابح هيئته إذا أراد أن يذبح ذبيحته. والذبيحة هي المباح، ما أباح الله سبحانه وتعالى مما أجاز الله تعالى أكله من الذبائح المعروفة، سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها، بل كل نفس منفوسة جاز للإنسان أن يأكلها لا بد فيها من الذبح، إلا ما جاء الاستثناء. فكل ما أردت أن تأكله من الحيوان مما أباح الله سبحانه وتعالى أكله، فالأصل أنه يذبح، إلا ما استثني في الحديث أنه أبيحت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، مفهوم، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحوت مثلا أو السمك لا يذبح لأن هذا مما يشق على الناس، وقد جاء في الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فما دامت الميتة حل فمن باب أولى ما كان حيا. ولذلك فإن السمك لا يذبح والجراد لا يذبح، وإنما ما أردت أن تأكل مما أباح الله تعالى لحمه فلا بد لك أن تذبحه، مثل بهيمة الأنعام اللي هي الضأن والمعز والبقر والإبل وغير ذلك من البهائم، من بهيمة الأنعام. صحيح ولا خطأ؟ خطأ. بهيمة الأنعام ثلاثة فقط، هكذا. الأرنب لا يدخل في بهيمة الأنعام، والغزال والحصان على قول، مفهوم هذه، والحمار الوحشي مش الحمار الأهلي، أو بعض الطيور التي تؤكل كطير السمان واللوز والدجاج، لازم تذبحوا باش تاكلوا. فهذا مما
مما قد أباح الله سبحانه وتعالى، فلا يؤكل إلا بالذبح. ولذلك كل شيء لم يذبح في أصله فهو محرم. كل شيء لم يذبح وأريد به، يعني أريد الإنسان وأراد به الإنسان يعني أن يتخذه أكلا وطعاما، فالأصل أنه لا يجوز لأنه ميتة. والاستثناء من ذلك ما هو معروف في الصيد، فما هذه الإنسان يصيد، فإنه إذا قنص وسمى الله سبحانه وتعالى ولم تقع الفريسة في ماء، أو أن كلبا غير معلم هو الذي قد أتى بها، فإن الأصل في ذلك أنها تؤكل. فإذا وجدها حية فليجيز عليها بالذبح، وإن وجدها ميتة ماتت بذلك القنص الذي سمى الله سبحانه وتعالى، فقد أباح له الشرع أن يأكلها، لكن بشرط الشرطين اللي ذكرناها. الشرط الأول، شو الشرط الأول؟ أن يسمي الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني لا يكون وقعت في بركة أعمال، لأنه لا تدري هل قتلها السلاح أم قتلها الغرق. والشرط الثاني كذلك ألا يختلط مع كلبك المعلم كلب غير معلم، وهذا فيه فضل العلم، وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. قال لك من فضل العلم أنه شرف الكلب المعلم على غير المعلم. علاش؟ لأن الكلب المعلم كي يروح يجيب لك الصيد تاعك فإن الشريعة أباحت لك أن تأكله، لأنه لا يجيز هو على الفريسة ولا يأكل منها ولا غير ذلك. أما غير المعلم فإنه يتعدى على الفريسة. فالمقصود من ذلك أن الذبحة هي الهيئة التي تذبح بها، ولذلك بين عليه الصلاة والسلام من هذه الهيئة أشياء كقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، والشفرة هي الموسى ما يذبح بها. وجاز أن يذبح بكل شيء يذبح، بكل شيء حاد مما يفي بهذا الغرض وهذا الحكم الذي هو الذبح، جاز بشرط أن يحسن الذبحة وأن يحسن إلى المذبوح. فجاز له مثلا يذبح قلنا الشفرة الموسى، زيدوا بحجر حاد أو زجاج أو نعم. ألا لا يجوز العظم؟ ألا لا يجوز العظم؟ بصح المستثنى منه هو الاستجمار، موش الذبح. يستجمر به، موش المستثنى، موش مستثنى العظم. العظم الذي استثني منه هو ماذا؟ هو الاستطابة. أما الذبح فجاز بعظم حاد أو حجر أو زجاجة أو خشب حاد كذلك. مفهوم هذه؟ مما يفي الغرض. كل شيء يفي بالغرض فإنه المقصود بالذبح. طيب الذبح كيفاش يكون؟ وش يقطع حتى يصح؟ الوريد هذا ما كان فقط، والبلعم هذا يعني يقطع مجرى النفس ومجرى الهواء. مفهوم هذه؟ خلاص هو إذا قطع الهواء أنه يدخل من جهة واحدة، هو يدخل من جهة واحدة، أليس كذلك؟ فإنه يفي بالغرض أن يذبحه من الوريد إلى الوريد بأن يفصل الوريد والوريد الثاني ويقطع ما بينهما من هذا الذي يوصل الطعام والهواء. هذا هو الذبح. طيب ولو كان يطير له راسه، هل يسمى ذبحا؟ نعم. يعني يطير له راسه وش يسيل كريبوني، وش يسيل نعم يجوز إذا طير له راسه خلاص، لكن ليس هذا هو المقصود. مفهوم هذه؟
لأن المقصود من الحكم التي ذكرت أن يخرج الدم، يخرج ذلك الدم ما فيش. ولذلك بعضهم ذكر ذلك أنه من النحر، ذكر أنه من النحر، فصل لربك وانحر. قيل النحر هو أن يقطعه من أعلاه، من أعلاه. وقيل النحر هو ما يذبح به الإبل، لأن الإبل لا يستطاع ذبحها، عظيمة الإبل. الجمل ما غش كيفاش ذبحوا، كيفاش ذبحوا الإبل الجمل. اليوم يمكن بعض الناس عندها الآلات وعندها مفهوم تيسلها، لكن قديما كيفاش يديروا له؟ سيما إذا كان إبل قوي وكين، فينحرونه، يضربونه في أسفل عنقه، مفهوم، ينحرونه بنحر، يضربونه يدكوه. ها؟ إيه سبحان الله العظيم، يعني بمجرد يعطيه، سبحان الله العظيم، يعني بمجرد يعطيه يطيح. نعم، سبحان الله العظيم. المقصود من ذلك كله أن الإنسان يحسن في هذه الفعلة التي هي الذبحة. ومن الإحسان ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يجهز الآلة التي يذبح بها، وهذا من الإيجاب، يعني واجب عليه. يؤثم إن ذبح الدابة بغير سكين حاد، لأن هذا يعرضها إلى العذاب، يعرضها إلى العذاب. وليس ذلك من الإحسان الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على كل شيء. ولذلك علل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وليرح ذبيحته، فإنه إذا جهز الآلة التي يذبح بها الذبيحة فإنه يريحها. ثم على ما روي، ما وصلنا من النسخ في قوله: فأحسنوا الذبح بالفتح، الذبح أي الفعل الذبح هذا، فيدخل فيه كل ما يكتب فيه الإحسان. منها أن الإنسان لا يعرض دابته التي يريد أن يذبحها لدواب أخرى فيقتلها مرتين، وهذا الأمر موجود، لا سيما يفعله عامة الناس في أيام العيد وغير ذلك، يذبح الشاة أمام بقية الشياه فيقتل هذه الشاة مرتين. ثم ما يفعل لها من الضرب والخنق والربط وغير ذلك والقلب، مفهوم هذا كله ماذا؟ كله من العذاب الذي قد نهي عنه، وكل ذلك يدخل في الإثم. وسبحان الله العظيم، يعني حتى اللحمة لا يطيب له. اي نعم، يحدد اللموس قدامها، يحد الشفرة أمام الشاة، يحد الشفرة أمامها. كل ذلك من عدم الإحسان، وهو الذي مناف لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إذن فهذا الحديث في باب الإحسان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان كما أن الله تعالى قد كتب الإحسان. وكتابة الله تعالى الإحسان على ما تقدم كتابة قدرية وكتابة شرعية، ولذلك لزم على العبد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، أن يحسن إلى كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، كما كتب الله سبحانه وتعالى أن رحمته قد سبقت غضبه. ومن هذا الإحسان أن الإنسان إذا أراد أن يقتل غيره مما أباح الله سبحانه وتعالى له القتلة فإنه يحسن قتلته. وقد ذكرنا في ذلك أدبيات الحرب كالجهاد الذي يكون فيه أهل الإسلام ضد الكفار، فإنه قد نهوا عن المثلى، وهو أن يمثل بالأسير أو أن يمثل بالعدو، وكل ذلك قد نهينا عنه. ثم كذلك ما يكون من القتلة أو من الذبحة، حيث يريد أن يذبح ذبيحة فإنه نهي على أن يحد الشفرة أمامها، والمطلوب أن يريحها إذا ذبحها. وكل ذلك من الإحسان الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله سبحانه وتعالى به. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر جندب بن جنادة، يعني الغفاري، وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأمر عظيم، وهي وصية الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين إلى أممهم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد أمر الله سبحانه وتعالى به خاصة عباده، وأمر الله سبحانه وتعالى به عامة عباده، فقال: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فالتقوى مأمور بها في كل حال، والتقوى هي أن تتخذ بينك وبين ما تخاف وقاية بامتثال خطاب الشرع، أن تتقي، أن تتخذ بينك وبين ما تخافه وقاية بأن تمتثل خطاب الشرع. وتقوى الله سبحانه وتعالى أن تتخذ بينك وبين ناره سبحانه وتعالى وقاية بأن تفعل ما أمرت، أن تنتهي عما نهيت. وقد تكلم العلماء عن التقوى على حسب ما ذكره السلف في تعريف التقوى. فقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لما سئل عن التقوى قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. والأثر المعروف الذي يستحسنه العلماء في تعريف التقوى هو أثر طلق ابن حبيب العنزي البصري رحمه الله تعالى، أنه لما سئل عن التقوى وش قال؟ هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والابتعاد عما نهى الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ولذلك قد ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في الزهد أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، فقال له أبو هريرة: قال: أمشيت على أرض فيها شوك؟ قال: مشيت على أرض فيها شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: يعني أتفادى شوكها، أتقدم أحيانا، أتأخر. قال: هذه التقوى، هذه التقوى. التقوى كأنك ماش على أرض ذات شوك، فأنت تخشى أن يصيبك هذا الشوك. وجماع تعريف التقوى هو فعل المأمور وترك المنهي عنه والمحظور. والتقوى على قسمين: أصل التقوى وكمال التقوى. فأصل التقوى فعل المأمورات واجتناب المنهيات، وكمال التقوى فعل المأمورات والمستحبات واجتناب المنهيات والمكروهات، وهو حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولذلك التقوى أمرها عظيم، فقد نادى الله تعالى بها الناس أجمع، ونادى بها خاصة عباده. فإذا دلك إنسان على تقوى الله فلا يلزم من ذلك أنك على معصية، لأن بعض الناس إذا قلت له اتق الله ظن أنك على معصية. لا، وإنما المخاطب بالتقوى أولا هم أهل الإيمان، هم الذين استقاموا على طاعة الرحمن، هم أتباع الأنبياء والمرسلين، هم المخاطبون بهذا الأمر العظيم وهو التقوى، لأن الإنسان لا بد عليه أن يذكر بها في كل آن وحين. فالتقوى هي أن يدع المرء ما نهى الله سبحانه وتعالى وأن يفعل ما أمره، وكلما ابتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وكلما فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به كلما ازداد في تقواه. ولذلك الناس يتفاوتون في التقوى، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله. فهو أخشانا لله وأتقانا لله لأنه أعرف الخلق بالله سبحانه وتعالى. فالعملية سهلة، كلما ازدادت معرفتك بالله وامتثلت أمره واجتنبت نهيه كلما زادت التقوى. كلما قلت معرفتك بالله وقصرت في المأمور وفعلت المنهي عنه والمحظور كلما نقصت التقوى. وعلى قدر تقواك
على قدر ولاية الله لك. يقال الولاية والولاية بالفتح والكسر، ولو أن البعض قد ميز بينهما. على قدر تقواك على قدر تولي الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وعلى قدر التقوى تاعك على قدر ما يتولاك، أنت يرعاك ويحفك برعايته الخاصة، وتكون من خاصة عباده الذي يتولى هو جل في علاه رعايته، تدخل في كنفه جل في علاه. فكلما ازددت في التقوى كلما زادت رعايته لك سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم جميعا. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذه الولاية على قدر تقواك. كل ما تكون تقي كل ما يكون نصر الله لك وتأييده لك على قدر تقواك، وهي القوة العظمى التي يملكها المؤمن. ولذلك تحقيق التقوى أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان حقيقة قد تعبد الله تعالى بما شرع، وليس هناك شيء أحب إلى الله تعالى أن يتعبده بما شرع. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بهذه الوصية الجامعة التي لا بد على كل عبد أن يمتثلها، وهو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لك إنسان اتق الله، قل اللهم اجعلنا من المتقين. ليس ذلك بمعنى أنك في معصية، وإنما إن كنت في معصية فلا بد عليك أن ترجع، وإن كنت في طاعة فلا بد عليك أن تثبت وأن تزيد، أنه كلما ذكرك كلما ازداد هؤلاء تقوى إذا ذكروا. وهذا أمر الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في الأحاديث أن الإنسان إذا أراد أن يحقق التقوى فإنه لا بد عليه أن يصلح محل التقوى أول شيء. وهذا كما يقول ابن القيم في مثال بديع، يقول لك أنت حاب تغرس، تريد أن تغرس غرسا، هل تغرس هذا الغرس في أرض جذبة لا تنبت ولا مفهوم، في أرض قفار، في أرض صحراء؟ مستحيل. لازم تغرس في أرض تكون أرض خصبة. أحسنت. ومحل غرس التقوى أين؟ هو القلب. قال عليه الصلاة والسلام فوق المنبر يشير، وش قال؟ قال ألا إنما التقوى ها هنا، ويشير عليه الصلاة والسلام إلى قلبه. يعني منطلق التقوى يبدأ من القلب، لأن إذا قيل التقوى هو الإيمان هو العلم قاعد كلها لشيء واحد، من باب إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فالتقوى محلها القلب. فإذا أردت أن تحقق ما أمرك الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تصلح قلبك. ولذلك القلب أمره مهم عند الله سبحانه وتعالى. ودائما أذكر بهذه الفوائد العظيمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنتفع بها أنا قبلكم. لازم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد ألا وهو القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب هذا إذا الإنسان ما صلحوش ما سقموش فيه الآفات، فيه الوسخ، قلب مسخ، لا ينفعه هذيك الصلاة الظاهرة والصيام الظاهر، لا ينفعه عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد حركة الجسد من غير حركة القلب. هذا أشبه بمن؟ بالمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا.
ولذلك هذه المسألة هذه لما نتكلموا عليها حنايا عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. بعض الناس يظن بأن الصلاح هو كي تجي الجماعة وتصلي ودائما في الجلالة. لا لا لا، قلت لك صلي في الدار، صلي في الدار، ما حد ما يشوفك، نقي قلبك فقط، هذا ما كان. قلبك يكون مليح صافي، قلبك فيه الغل، الحسد، فيه الغيبة، فيه النميمة، فيه الهضرة في الناس، فيه تعس في هذا وتعس في هذا. مش أين هو القلب السليم؟ أتيت به يوم القيامة سليما من كل آفة. قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب السليم الذي يحبه الله، وبهذا القلب السليم تنال رحمة الله التي بها تدخل الجنة وليس بالعمل، لأن الجنة لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. الأعمال هذه من بعد تكون في تقسيم الدرجات في الجنة على حسب أعمالك، تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة في أناس دخلوا الجنة بأعمال يسيرة. صاحب البطاقة هذه دخلها 99 سجل، كل سجل على مد البصر. أخرجوا في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لذلك احذر أخي الكريم، نقي قلبك، والله نقسم لك بالله، نقي قلبك وصلي في الدار غير تدخل الجنة. نقي قلبك ما يعرفك حتى واحد، ما تصدق، ما تصوم صلاة صيام نافلة، ما ولا شيء، دير غير الفرائض ونقي قلبك تدخل الجنة من فوق قاعدتك. لكن أن تأتي بقلب مدود وأعمال تحسب أنك تجهزها ثم يوم القيامة تعطيها لغيرك، هذا ما كاش هذه. فلذلك صلاح القلوب هو الأساس، لأن الإنسان إنما يغرس هذا الغرس في الأرض الخصبة، الأرض تنبت. ثم قال الله سبحانه وتعالى وقد ضرب لنا مثلا على القلب، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هذا في القلب. البلاد الطيبة المليحة تحط يخرج. ولهذا منطلق الإيمان، منطلق التقوى هو في القلب، في قلب الإنسان. ثم بعد ذلك يظهر إيمانه على جوارحه، على لسانه، على أفعاله، على. أما أن يكون يظن أن الأعمال الظاهرة تنجيه عند الله سبحانه وتعالى فهذا مفلس، هذا روح فايت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس فيكم؟ قال المفلس من لا متاع له ولا دينار، ما عنده والو. قال لا هذا معيار مو شرعي، لكن أعطيكم المعايير، ما أعطيكم معايير شرعية، دائما نوزن بالمعايير الشرعي. قال المفلس من يأتي يوم القيامة له أعمال، هذا كاين بزاف. قال وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحت عليه سيئاته ثم طرح في النار والعياذ بالله. مفلس هدايا. لذلك حبيت تقطع على إنسان، زعما تتلاقى مع جماعة وتهضر على فلان هذاك هكذا وهكذا هكذا اكتمد له في الحسنات تاعك. الحسن بن أبي يسار البصري جاء يوما إلى رجل قد اغتابه فدق عليه الباب، ففتح عليه الباب، هضر فيه بمور ظهره، تلاقى مع رجال وبداو حاطينه ساندويتش، هذاك كدا وكدا، هذاك كدا وكدا. يوم القيامة بإذن الله تعالى يبان الأمر عند الله سبحانه وتعالى. مازال دق له، فتح هذاك الرجل والحسن البصري كلا جاب له هدية الحسن. قال له هاك. قال له شنو؟ قالوا بارك الله فيك، هديت لي حسناتك، هديت لك حسنات. تحب تغتاب والله غير أبيح لك الغيبة، أنا أبيحها لك. كاين زوج غير اغتابهم كل همهم باباك ويماك، احكم باباك ويماك وهدر فيهم، اهدر فيهم لعل الله ينحي لك ويعطي لك ما منهم غصبا عنك يوم القيامة. لأن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. لكن إذا اغتبتهم تعطي لهم حسناتك،
أنت ما حبيتش دير الخير تعطيهم بالسيئات. وجا شيخنا الله يبارك ما شاء الله يبارك، مرحبا وسهلا، الله يسلمك، مرحبا شيخ. ما أدري ليش، سبحان الله العظيم. فلذلك أصلحوا بارك الله فيكم القلوب ثم اغرسوا فيها ما شئتم. ولذلك الله لا ينظر إلى حجم العبادة، إنما ينظر إلى حركة القلب فيها. وأنا دائما نقولها لكم، ما نشوفش الحجم تاع العبادة بزاف، ختمت 60 كل يوم وتصدق بنص، ماشي هكذاك، هذيك مليحة ماشي مليحة. لو كان تواطئ القلب السليم، يا أنت مع الصديقين. قتلت 99 نفس، زاد قلقوا هذاك كمل به 100. تحرك قلبه لله. وش خدم؟ ما خدم والو، وش ما دار. فلما تحرك قلبه لله، هذا أمر عظيم. راح الله خلاص. هذه هي السير الله سبحانه وتعالى بالقلوب. راح ربي خلاص، ما واحد ما يحبسه ولا واحد يحكم عليه. فالله سبحانه وتعالى غفر له. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا. يا رب نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. نعوذ بك من القلوب المدودة الفاسدة. يا ربي اسلل سخائم قلوبنا، يا رب اسلل سخائم قلوبنا واشرح صدور بعض بعض واجمعنا على الحق، إنك أنت السميع العليم. يكون إن شاء الله تعالى بعد الآن. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده. صلى على محمد وبارك على محمد آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلي. إذن هذا هو معنى التقوى. التقوى هذا هو معنى التقوى. ولذلك يذكر علماء دائما زيادة التقوى مع صلاح القلب، زيادة التقوى مع صلاح القلب. العلاقة هذه كل ما تتقي، كل ما تسقم قلبك، كل ما التقوى تاعك تزيد. كل ما تسقم قلبك كل ما التقوى تاعك تزيد، حتى تصبح من أولياء الله تعالى المتقين. أولياء الله الذي ذكر الله تعالى فيهم قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حتى أن أولياء الله تصل بهم الأمر إلى أن يتركوا كثيرا من مباحات الدنيا. هذه مرتبة عالية في التقوى. قد ذكرنا الأصول الخمسة التي لا بد على العبد إذا أراد أن يتدرج في رياضة النفس وأراد أن يصل إلى مرتبة الأولياء أن يدعها.
حتى أنه روي في ذلك حديث مش لا صحيح، قال لن يبلغ العبد التقوى حتى يدع ما لا بأس به، هكذا حتى يدع ما لا، هكذا الشيخ، حتى يدع إلى ما لا بأس به، إلى ما به بأس، يعني شيء لا ينفعه وهو المباح الزائد. وقد ذكرنا أن أصوله 5. وشنو هي؟ أيوة، فضول الضحك، فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المخالطة، فضول النوم. هذه ال5 هذه لو كان ال5 مع التقوى والممارسة ويسان يزيد ويسقم قلبه ويبقى هذه ال5 يقلل منها. فضول الكلام ما يهدرش بزاف. أثر عن كثير من سلف هذه الأمة أنه كان قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما ينفعه، لا يتكلم إلا فيما ما عندوش وقت يتكلم في غير ما ينفعه. بين التراجم ذكر عن حماد بن سلمة هكذا، قال لو جاءه ملك الموت ما عندوش واش يزيد في العبادة. هو الإنسان عنده وقت باش يهدر ويزيد ويضحك ويلعب، خلاص. يا سيدي اجعل هذيك الساعة في طاعة الله، في مذاكرة علم، في مفهوم هدية، حتى أن تدخل سرور على أخيك، هذا من الملاطفة، وهذا كان عليه الصلاة والسلام. لكن كل ذلك في تقوى الله. ماشي ربي يعطيك حياة وانت يا هذيك الحياة هذيك تحط اللحم تاع الناس وتاكلهم، تضر عليهم في دورهم. الغيبة، النميمة، تنشع، هذه ينشع في هذا وهذه ينشع في هذا وهذا، مفهوم الكذب، البهتان، شهادة الزور، الفسوق، المعاصي. على يا أخي الكريم، ما بالكش باللي كاين القبر وكاين ربي سبحانه وتعالى، والقبر ماهوش لا صغير ولا كبير. ففضول الكلام هذا يجعل الإنسان فيه ظلمة في قلبه. فضول الضحك، يضحك بزاف. فضول المخالطة، يخالط بزاف الناس. يعني كل ما تزيد تخالط الناس كل ما يترتب عليه حقوقه وواجباته. ثم فضول الأكل والشراب والنوم، يرقد بزاف، يأكل بزاف، يشرب بزاف، كل ذلك يثقل على نفسه. هذه في المقامات العلى الكبيرة، هذه الناس اللي يعرفوا ربي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى أن يعرفنا قدره جل في علاه. فلذلك فالإنسان كلما ازداد في هذه المدارج كلما ارتقى إلى الله سبحانه وتعالى. ثم التقوى أن يدع كل شيء مما قد حرم الله تعالى عليه، لا يقول هذه صغيرة أو لا هذه كبيرة، مفهوم؟ حتى إذا فعل ما كان من صغيرة فإنه سريع الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وش قال الله سبحانه وتعالى في أوليائه؟ الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مباشرة. زعما قال راه بدا حاجة ماشي مليحة، راه بدا يعاود يقول استغفر الله، ربي يغفر لي، حبسوا لنا هذه، ديروا لنا هذه. تذكرون كل هذا الأمر، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى. ما يقولكش هذه صغيرة ولا هذه كبيرة ولا، لا يفرقون. وهذا ديدن السلف الأولين، ما كانوا يفرقوا لا بين واجب ولا مستحب ولا حرام ولا مكروه، يديروا كلش الله يبارك. ما يبتعد على كل حاجة فيها ظلمة للقلب يبتعد. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، كما قال الشاعر، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى. أيوة، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، إن لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصى. لا إله إلا الله. الجبل كيفاش هي الجبل حجرة صغيرة، ما حجرة صغيرة، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة، حجرة صغيرة. فلذلك يتكون الجبل. ومن أعظم ما يمس القلب لمن له قلب قول بعض أهل السلوك في المعصية، لما يذكرون القولين المعروفين، يقول لك لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. ما تشوفش المعصية صغيرة ولا كبيرة،
شوف انت باللي عصيت العظيم جل في علاه. وأعظم من ذلك هذه والله عظيمة هذه، وهذه يعني تقشعر لها الأبدان. في قول بعض السلف أنه ما عصيت إلا لأنه تركك، خلاك. مفهوم هذه؟ يعني كنفه وستره عليك نحاه فعصيت الله سبحانه وتعالى. ها؟ إيه، الله أكبر. ولهذا هذا عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما عصيتوش إلا لما خلاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من التوابين الأوابين الرجاعين إليه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لا نعلم، يا رب العالمين. يا رب لا تؤاخذنا بذنوبنا، ولا تؤاخذنا بشرور أنفسنا، ولا بسيئات أعمالنا يا رب العالمين. فلذلك الإنسان يحذر الإنسان. ثم المعصية يا إخواني لا بد عليه أن يعرف كل الطرق التي تستطيع أن تدخل عليه. بالكت تظن أن المعصية فقط في ارتكاب المحظور، المحظور الذي تعرف أنه محظور، لأنه أحيانا يأتيك المحظور من حيث تراه أنه مأمور، وهذا أعظم الشيء. وهذا الذي قد أرق الصالحين، هذا اللي ما خلاهمش يرقدوا في الليل، يخافوا. الإنسان يصلي والصف الأول وحاج بيت ربي وداير العمرات ويخرج الزكاة والصلاة والصدقة، يأخذه العجب، راح يأخذه العجب، راح خلاص. اشترك العجب هذاك أشد من المعصية. يأخذه الرياء، يحسب نفسه أنه قد وصل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خير من الناس، يقدر يعترض على الناس ويحكم على الناس ويخرج برا. شوف هادوما ما يعرفوا ربي ما والو، كل هو يعرف ربي. هذه الجهة أخطر من هذيك الجهة. علاش؟ لأن السلف ذكروا قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ورب طاعة أورثت كبر سبحانه وتعالى. وهذا ضد الخوارج. الخوارج الذين حملوا السلاح على أمة الإسلام ما حملوش السلاح من جهة المعاصي، لا، لازم تفهم القاعدة. حملوا السلاح من جهة أنهم رأوا أنهم قوم أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هؤلاء كما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيام وقراءتهم إلى. يصليوا بزاف، يقرأوا القرآن بزاف، يصوموا بزاف، فيحسبون أنهم أفضل من خلق الله، يحسب روحه خير من خلق الله. فهذه الأفضلية التي يتوهمونها يظنون أنها تسوغ لهم أن يحكموا على الناس. ولذلك قام حقيرهم ذو الخويصرة التميمي يعترض على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال اعدل فوالله ما ودي بقسم وجه الله. هو يوري للنبي صلى الله عليه وسلم كيفاش يقسم في حنين أو في غيرها من الغزوات. هو علاش؟ ابن القيم ذكر في أحد كتبه قال هذا لما رأى نفسه أنه في طاعة سوغت له نفسه أن يعترض على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر لابد الإنسان يعيش في الميزان، الخوف والرجاء. هذه الخوف والرجاء، تصلي وأنت تخاف أن لا يقبل منك الصلاة، تعصي الله تعالى وأنت تخاف أنك تموت على هذه المعصية فيؤاخذك الله سبحانه وتعالى بها، فتعمل بعمل أهل النار فتدخلها، تعيش هكذا. أما أنك تظن أنك أفضل من جميع الناس وأنه يسوغ لك هذا الأمر أن تحكم على الناس،
فليحذر المرء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا في هذا الحديث أن الإنسان لا بد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة التقوى لمن فهمها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتقواه. اللهم وفقنا لتقواك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والسمعة، نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. يا رب نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم خذ بأيدينا يا رب العالمين ونواصينا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا في رضاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رب انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما في أرض العزة أرض غزة، كلهم معينا ونصيرا يا رب العالمين. يا رب عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.